السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحباب. أقف معكم اليوم مع آية معجزة من آيات الله عز وجل، ومع مخلوق عجيب من أعجب خلق الله عز وجل على الإطلاق. ربما سوف تسمعون عنه معلومات للمرة الأولى وتتفاجؤون بهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، ما من نبي أو رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم من الأقوام إلا طلب منه قومه آية أو معجزة من المعجزات. هكذا جرت السنة منذ خلق الله عز وجل هذه البسيطة سبحان الله. وكذا جرت العادة أيضا في بني إسرائيل، ما أتاهم من نبي أو من رسول إلا عاجزوا أو حاججوا أو طلبوا منه أمور خارقة سبحان الله كي يؤمنوا بهذا الرسول. فالله عز وجل أرسل عيسى بن مريم رسولا إلى بني إسرائيل، فقال لهم أني آتيكم بأي آية تريدونها. فقالوا نريد منك أن تخلق لنا مخلوقا. فقال أخلق لكم مخلوقا بقدرة الله عز وجل. فطلبوا منه أن يخلق لهم خفاشا سبحان الله. فماذا قال الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إلى نهاية الآية. صدق الله العظيم. فهنا سبحان الله لما أراهم أنه قادر على هذا الفعل سبحان الله، قالوا لك من باب الإعجاز أن يعاجزوا هذا النبي سبحان الله عليه سلام الله وعلى أمه البتول، أخلق لنا خفاشا. طيب لماذا خفاشا بالذات سبحان الله؟ لأن الخفاش من أعجب خلق الله على الإطلاق أيها الأحباب. هو من الطيور ولا يشبه الطيور بشيء أبدا سبحان الله. الطيور لها ريش، الخفاش ليس له ريش أبدا. الطيور لها عظام، الخفاش ليس فيه عظام سبحان الله. الطيور ليس لها أسنان، لها مناقير سبحان الله. الخفاش له أسنان تشبه أسنان الإنسان سبحان الله، وله أنياب أيضا كذلك. الطيور سبحان الله تزقزق، الخفاش سبحان الله يصدر أصوات قريبة إلى صوت الإنسان، وفي بعض الأحيان يضحك كضحكة الإنسان سبحان الله، وقد سمع الكثير من الناس. الطيور سبحان الله تتكاثر في البيوض عن طريق البيض. الخفاش عكس الطيور تماما سبحان الله، يتكاثر عن طريق الولادة. هل سمعتم أن طيرا سبحان الله يتكاثر عن طريق الولادة سبحان الله؟ ولأنثى الخفاش سبحان الله لها ثديان سبحان الله يرضع منهما الرضيع الخفاش الصغير سبحان الله، ويخرج منهما الحليب سبحان الله. أنثى الخفاش سبحان الله تحيض كما تحيض النساء سبحان الله، لها دورة معدودة تأتيها كل شهر سبحان الله، وهذا من قدرة الله عز وجل. أيضا ذكر الخفاش سبحان الله يخرج منه المني في عملية الجماع سبحان الله، مثل البشر سبحان الله، وهذا من قدرة الله عز وجل. بينما هذا الأمر لا تجده عند الطيور أبدا بتاتا أيها الأحباب سبحان الله. الطيور ترى في الليل والنهار، الخفاش لا يرى لا في الليل ولا في النهار، فقط يبصر بشيء بسيط جدا قبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس. أما بحثه عن الفريسة وخاصة في الليل، فهو يعتاد البحث عن الطرائد والطعام في الليل، فهو عن طريق السماع سبحان الله. فإذا حيوان من الحيوانات أو فريسة أصدر صوتا يحلل هذا الصوت سبحان الله في دماغه من أين خرج وحجم هذا الشيء سبحان الله، بقدرة غريبة عجيبة من الله عز وجل سبحانه وتعالى، كأنه جهاز رصد واستشعار عن بعد كامل متكامل سبحان الله. فتراه ينقض على الفريسة ويعرف مكانها عن بعد مئات الأمتار سبحان الله، وهذا من قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. الطيور سبحان الله تعيش في أعشاش، أما الخفاش فعكس الطيور تماما سبحان الله، يعيش في الكهوف وفي أعالي الجبال معلقا من قدميه سبحان الله دون أن يختل توازنه سبحان الله، وهذا من قدرة الله عز وجل. وربما يبقى أيام وشهور على تلك الحال بعملية توازن غريبة عجيبة سبحان الله، فهذا من قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهل رأيتم أو سمعتم بأعجب من هذا المخلوق سبحان الله؟ هذا خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك بني إسرائيل عندما أرادت أن تحاجج عيسى طلبت أن يخلق لهم هذا الطير سبحان الله، لأنهم كانوا يعرفون أن له مزايا غريبة عجيبة سبحان الله. لذلك طلبوا منه فخلق لهم هذا الخفاش سيدنا عيسى عليه السلام كما جاء في الأثر، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.